سيادة الوزير، أنا يعني المفروض أقول منورنا، أنت منورنا فعلا، بس إحنا في ضيافتك يعني. أهلا بيك مجددا يعني. اسمع مني الحتة دي بقى. وزير مالية مصر يبدو إنه من المواصفات الأولى أن يكون نبيا، فسيدنا يوسف الصديق أول وزير مالية يعني يخبرنا به القرآن الكريم. أزمة كورونا الفترة دي احنا واجهناها وتعاملنا معاها وما حسش بيها المجتمع جدا. ما حسش بيها المجتمع يعني. هل احنا مطمئنين واحنا بنقول كده؟ بص انا عاوز اقول لك، بنشكر الحكومة، بتشكر المجتمع على تحمله طول الوقت. انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. يعني حاسس بيها. بص انا اقول لك على حاجة، كونه متحمل حاجة. بص انا اقول لك على حاجة، حاسس حاجة تانية. بص انا اقول لك على حاجة. ما انا بتكلم. انت دايما بتبص في الافضل وده حقك، وانا في الغسالة. لكن يا ترى لو الأسوأ حصل، ما انت كنت في بعد 2011 بتقف في طابور العيش، وبتقف في طابور انبوبه البوتاجاز، وبتقف في طابور السولار والبنزين. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ المواطن يقدر يرد عليها بالمقارنه ذاتها، انه الاسعار وصلت لكام، الدولار العمله وصلت لكام. يبدو ان الدوله حلت اعبائها عن طريق تحميل كثيرا منها على المواطن نفسه. سقفوا له. يعني هو طبعا المواطن من حقه ان هو يقول الكلام ده. انت رايك ما يهمنيش، انت رايك في الزباله. طيب مش برضو قبل 2011 كانت المجتمع كله بيتكلم على الملايين اللي عايشه في القبور والمناطق الخطره والعشوائيه؟ انت خساره فيني ولا ما كانش موجود؟ كان موجود، وهي لا زالت موجوده بس هل فعلا قدرت توصل قبل 2011 بمستوى رعايه صحيه مرضيه؟ هل وصلت لها دلوقتي يا فندم؟ انا بقول لك لا. ايه ده مش نكته. فعاوز اقول لك على حاجه. القضيه ممكن تعمل نمو، بس النمو ده فين؟ عند شريحه معينه في المجتمع. النمو ده ما نزلش تحت، ما نزلش للصحه، وما نزلش للتعليم، وما نزلش لمنع العشوائيات. لا علي حسك عشان الباشمهندس يسمعك. اللي انت بتعمله دلوقتي انك انت واخد النمو منزله لدرجه درجه. منين جاي النمو ده يا نعم؟ سيادة الوزير؟ منين جاي النمو؟ ايوه قول له بقى. عشان الطرق اللي انت شايفها عماله بتتصلح، عشان المدن اللي عماله بتتبني. شغلك تاثيره بيبان في العمله. شغلك بيبان في تاثيره في العمله. كيف ببلد كان يدين بريطانيا العظمى في اوج امبراطوريتها ان يصل به الحال الى هذا الواقع؟ انا لو مكانك تاخد بعضك وبقبة هدومك وترجع المنصوري. كويس. لما بنتكلم على النمو الحقيقي ده بنتكلم على نسبه كبيره من الاحتياط النقدي هو دين وودائع ديون. 5 بالحب.